الرز اللي نقص ده في المطريه كلها، في المطريه كلها. احنا بنقول طالما عند فرد واحد يبقى عند المجموعه، يبقى عند البلد. طب ما نفهمهم نوعيهم، ما هم اهلنا، كل واحد فينا يطلع في بيته يتكلم مع اخته مع اخوه مع مراته، يفهم اللي مش فاهم. ليه احنا ما نفهموش كلنا؟ مش واحد فينا هيقعد على كرسي ويقول للناس، لا كلنا بنفهم، كلنا عارفين، كل واحد فينا ياخد من الفكره ويوصلها لغيره، يقولها بعقل. والله انا شايفها حلوه قوي. احنا بنجري على مشروع للمطريه، ليه ما نحولهاش منطقه سياحيه؟ ليه ما ناخدش شارع المطراوي لحد ما نوصل للمسله ونعملها منطقه سياحيه؟ هنجرى ايه؟ هنخسر ايه؟ لا هنكسب. هنطلع ونرتقي بالمطريه لحاجه احسن بدل ما هي عشوائيات. وفي حاجه طبعا انا سمعتها ده بعد اذنكم من اول القعده، كلمه البلطجيه والحراميه، وقلتها من اول مره في نادي المطريه. ما عندناش حراميه، احنا عندنا مرضى لنظام قديم وهيتغير، وكل انسان فيها لو كان حرام كان بلطجي كان اللي كان من حقه يعيش يتيم. ادم زيه وزيك، بتحجر عليه ليه؟ هنستنينا ناخده ندخله السجن ويخرج يسرق تاني؟ لا، ما انت بتاخده تحبسه لي شهر وتخرجه تاني يسرقني تاني. لامتى؟ هيفضل الوضع ده لامتى؟ فما تيجي ناخد سياسه جديده نغير في الفكر ده، نغير الناس دي ونرجعها للمجتمع معانا. يا ريت نتبنى ان احنا نعالج الناس دي اخواتنا كلها، الناس دي مش حراميه، الناس دي طلعت في بيئه لقت نفسها كده، من حقهم علينا بعد الثوره. اللي كانوا واقفين معانا في الشوارع دول كلهم اخواتكم، اللي كانوا بيحموكوا اخواتكم. ليه بتقولوا عليهم بلطجيه وحراميه دلوقتي؟ كانوا مستنيين منكم حاجه واحده، ان انتوا تقولوا لهم احنا معاكم، هناخدكم في حضننا، هنغيركم ونتغير معاكم. وانا اسف ان انا اطلت عليكم يا جماعه. شكرا للاستاذ